أحاول أن أدرب نفسي حتى في غياب هذا الشخص وحتى في ابتعاده، نعم. وحتى في عدم أنه يبادرني نفس السلوكات التي أقوم بها، يعني لا أنتظر منه المقابل، يعني أتعامل معه. يعني حتى أتدرب وأعرف إذا كان هو حب أو تعلق. نعم، هذا كي أحول التعلق إلى حب. إلى حب. أبحث في الأشياء الإيجابية التي هي في هذا الشخص، مثلا أسلوب حواره، أسلوب تفهمه، يعني لا أتعلق في إنسانيته، يعني الأشياء الإيجابية الموجودة فيه التي تجعلني أرتاح نفسيا، لا فقط أتعلق يعني بعاطفة كلما يعني جلست معه أحس بأحاسيس جيدة وأكون مرتاحة، في هذه الحالة يبقى تعلق. لابد أن أحوله إلى حب، يعني مهما ابتعد، والثقة كذلك، لأن التعلق يجعل درجة الغيرة شديدة جدا، والشك كذلك، والشك عدم الثقة يعني عذاب محض. يعني لو تكلمت فيه لا أنهي هذه الإشكالية. تفضلي. نعم. بالنسبة للأخت الكريمة اللي قالت لما يكون الحب بين الزوجين ويتحول إلى أنانية. نعم، بالنسبة للحب بين الزوجين، أولا لابد أن نعرف تاريخ زواج هذين الزوجين. هل تزوجوا عن تعلق أم تزوجوا عن حب؟ نعم. لأن من بين الأسباب الخاصة بالطلاق، يعني ارتفاع نسبة الطلاق، هي التعلق منذ البداية، والتي يظن فيها الشخصين أنهم وقعا في الحب. بعد الزواج تنتهي الحاجة ويعوض النقص، لأن المتعلق عندما يجد إشباعه من الآخر يترك الشيء الذي تعلق به. نعم. ويبحث عن شيء آخر، كأنه في دوامة ينتقل من زهرة إلى زهرة، يعني أن نستطيع أن نشبهها بهذا التشبيه. عندما يتزوج بها هو كان في البداية يقول لو يعني لم أخذ هذه الزوجة يصيبني الجنون، لا أستطيع أن أتصور حياتي بدونها، لأنه متعلق هنا فقط. كان في قمة التعلق، كان في قمة التعلق، وكان في قمة الحاجة إليها، لأنه يعوض نقصه. نعم. وفي حاجة كذلك للشعور بالقيمة، لأنه ربما يرى هذه الإنسان يعني شخصية بالنسبة له، لأن رؤية الشخص المتعلق، يعني بصره الذي ينظر إلى الشخص الذي نتعلق به ليس كرؤية الشخص المحب، ليس مثلها، يعني فارق شاسع بينهما. إذن فعندما ينتهي من تلك الحاجة لهذا التعلق أو النقص الذي يشعر به، تنتهي العلاقة وتصبح جافة وتصبح على هذا نسمع ببرودة العلاقة الزوجية. نعم، وحتى الخيانة الزوجية والطلاق العاطفي كذلك. نعم. الطلاق، الخيانة الزوجية، يصبح الزوج، تقول الزوجة إنه تغير، يعني لست كما عرفته في السابق، لأن في حقيقة الأمر كان تعلقا محضا وليس من أحد الطرفين. أكيد من أحد الطرفين، شخص متعلق بالآخر، يعني ليس بناء، لأن حتى الزواج يبنى على أصول، ونحن قلنا بأن العلماء يقولون بأن الحب مبني على العقل. الإنسان الذي يحب هو الشخص الذي يبني علاقته بعقل. هل هذا الإنسان الذي سأبني معه حياتي يعني ستكون حياة يعني زوجية جيدة؟ يعني لا أفكر فقط في الجانب العاطفي، لأن الحياة الزوجية فيها مسؤوليات، فيها أشياء كثيرة. ليس فقط العاطفة، لأنه إذا فكرنا في العاطفة هي مجرد حاجة وتنتهي بمجرد الإشباع لهذه العاطفة. أما بالنسبة للأخت التي سألت سؤالا مهما والذي أتوقف عنده، هي تعلقها بأبيها الذي جعلها تتعلق يعني بهذا الشخص، هل تواصل أم لا تواصل؟ وراي في حالة في مخطوبة مدة 5 سنوات. نعم. أختي الكريمة، أنا يعني لا أستطيع أن أقرر في مكانك، لكني يعني أعطيك الكثير من المعلومات، وأنت قومي بالقياس على هذه المعلومات، لأنه أنا علمتني تجربة حياتي 13 سنة وأنا إخصائية نفسانية، يعني حالات تأتيني، حالات برود جنسي وحالات عجز جنسي، أسبابها كلها زواج من شخص يشبه الأب أو يمثل صورة الأب، وهنا كارثة والعكس كبرى. صحيح، زواج الزوج بسيدة تشبه الأم. نعم، دائما يعني يقع هذا المشكل وتصبح الإشكالية كبرى، لأن البرود الجنسي أسبابه نفسية يعني 99%، والعجز الجنسي كذلك، وحتى النفور الجنسي، لأنها ترى في هذا الشخص الأب، صورة الأب، تحتاج إلى حنان الأب، ليس إلى علاقة جنسية. نعم. بالنسبة لهذه الأخت، النصيحة التي أنصحها، تحاول أن تبحث عن هذا الزوج الذي هو في علاقة معها على الجوانب الإيجابية،
وتحاول أن تحول حاجتها ونقصها الحرمان العاطفي للأب مهم. إلى يعني علاقة بين رجل وامرأة. وامرأة مهم. كي تفصل. لأنه إذا كان تعلقها بهذا الشخص هو مجرد عاطفة وبحث عن أمان وحنان، فهنا هي لا زالت في خط البحث عن الأب. لكن إذا حولت تفكيرها يعني بأنها ستبني مع هذا الشخص علاقة زوجية فعلية يعني بين رجل وامرأة، فهنا القضية يعني تكون أحسن وتواصل يعني زواجها، يعني تبحث دائما عن الإيجابيات في هذا الرجل كرجل ليس كأب.